بيضة واحدة بتديها لابنك كل يوم الصبح تضمن لك تغذية مهمة جدا للطفل. تعال نعد مع بعض فوائد البيض للطفل. أول حاجة، البيض فيه كمية كبيرة من الكالسيوم اللي بيساعد في امتصاص فيتامين د اللي بياخده الطفل. لو اديت لطفلي كل يوم الصبح الكمية دي بتضمن ان طفلك يبقى أطول ويحصل أعلى متوسط جيني ممكن يحصل عليه في حكاية الطول. ثبت ده بالتجربة، واتعملت تجربة كبيرة في الإكوادور على كتير من الأطفال، وثبت فعلا بيضة كل يوم خلت الأطفال أطول في القامة من أقرانهم اللي هم في نفس الظروف البيئية وفي نفس العمر. كمان فطار الطفل لما يكون بيحتوي على بروتين طلع أفضل بكتير جدا من إنه ياخد النشويات اللي بتخليه طول اليوم مهايبر جدا ومصدع ومقريف ومزاجه مش حلو. لما بديله بيضة برسخ فكرة إن البروتين هو اللي بيبني العضلات وبيحسن التغذية، والفطار هو أهم وجبة أساسية للإنسان عموما مش للطفل بس. لما يكون محتواها بروتين ده بيدي كالوريز نفس الكالوريز اللي بتديها النشويات، وطبعا بيستمر أكتر في الجسم وبيديله طاقة أحسن طول اليوم وبيظبط مزاجه طول اليوم. البيض كمان بيحسن النشاط البصري للطفل. من ضمن المميزات ان هو فيه مواد بتحسن النمو البصري والجهاز العصبي للابصار في الاطفال. كمان بيحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه اللي الطفل بيحتاجها، اللي النواقل العصبيه بتحتاجها، وده بيحسن النشاط بتاع المخ. وكمان فيه اوميجا 3، ودول من الاهم العناصر اللي بتحسن النشاط العصبي للاطفال. الاحماض الامينيه الاساسيه دي هي اللي بتشيل التغذيه اللي داخله من المعده للجهاز الدوري في الدم ومنه للانسجه والخلايا. وبالتالي شوفي اهميه العناصر دي بالنسبه للطفل من خلال وجبه واحده سهله ممكن اديها للطفل كل يوم. اهم حاجه ان البيض يكون مقدم للطفل ناضج بشكل كامل، يعني مستوي جدا عشان تقضي على خطوره نقل السالمونيلا. الطفل ممكن ياخد البيض من عمر 6 شهور باي طريقه بدون طبعا اضافه ملح. حاولي دايما تغيري الطريقه اللي بتقدمي بيها البيضه دي لطفلك. خدي بالك انه لازم يكون بيعرف يبلع كويس قبل ما تديله البيض ده، لازم يكون مدرب على التغذيه، او تشوفي طريقه تسهلي بيها اعطاء البيض للطفل. وشكرا.